ملهاش حل تاني وخلاص وخلصت. وانا بقول لك من دلوقتي وانا سابق الزمن، وتعالى واسمع الصدمة معايا. والغاء الدوري يمين، الغاء الدوري شمال، الغاء الدوري في النص، الغاء الدوري. اثبت حضورك بلايك وشار الكلام ده. لو انت اهلاوي فانت لازم تشار الكلام ده، اما لو كنت زملكاوي فبرضه لازم تشار الكلام ده. اثبت حضورك بلايك واسمع مني اللي بيحصل، واسمع مني الخزعبلات، واسمع مني سيناريو الغاء الدوري اللي لن نخرج عنه باي شكل من الاشكال الا في حاله واحده فقط. والحاله دي انا بقول لك من دلوقتي اعتبرها حاله مستحيله. يا ريت تاكدوا لي بس ان الصوت شغال وتمام، عشان احنا هنشرح لكم بص حاجات قد ايه. فاحنا مجهزين سكريبت كبير قوي 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 قوي، فارجو من الكل انك تركز معايا. علي صوت الموبايل عشان ما تقولش الصوت مش شغال، واقعد لوحدك كده، خد موبايلك واقعد في جنب. عايزك دقيقتين يا صديقي علشان اقول لك الوضع. بص يا عم، الغاء الدوري بنسبة تفوق ال 99%، ومفيش حل تاني غير الغاء الدوري. هتقول لي يا عم انت بتقول ايه، انت بتقفلها؟ لا مش بقفلها. تعال شوف معايا دلوقتي يا باشا. في فرق في الدوري واصلين ان هم لاعبين 15 و16 ماتش. تمام. زي مين؟ زي المحله، زي البنك الاهلي. طب المتصدرين 15 ماتش. تمام. طب الاهلي لاعب كام؟ الاهلي لاعب 8. طب الزمالك لاعب كام؟ الزمالك لاعب 11. طيب اولا كده نادي الزمالك اخذ قرار، والقرار ده خلاص اكيد لن نخوض اي لقاء في الدور الثاني قبل ما كل الفرق المنافسه تاخد اللقاءات بتاعتها. هتقول لي يا عم الزمالك المركز ال 13 لو الزمالك كسب هتلاقيه الرابع الثالث وكل ماتشاته، ففي النهايه هو اسمه منافس حتى والزمالك وحش. طيب القصه بدات منين؟ القصه بدات من تاجيل لقاء فيوتشر اللي حصل من شويه للنادي الاهلي. تمام. هل الاهلي متجامل؟ انا بقول لك لا، الاهلي مش متجامل، عشان اخواتنا الاهلاويه ما يقولوش انت طالع تتكلم على الاهلي. لا والله العظيم الاهلي ما متجامل، ودي بحلف لك، لان دي اللائحه. ليه؟ لان اللائحه بتقول 4 ايام خارج البلد. تمام. طب ايه القصه بقى في ايه يا باشا؟ تعال اقول لحضرتك حالا القصه في ايه. الزمالك دلوقتي سابق الاهلي ب4 ماتشات. يعني علشان الزمالك يلعب زي الاهلي احنا نقعد بشوات، والاهلي يلعب ال4 ماتشات اللي متاجلين له. طيب مع الزمالك بس الاهلي سابق الزمالك ب4 ماتشات. طب سابق فرق الدوري بكام؟ ب8 ماتشات، واكتر مع اكتر فريق لعب ماتشات اللي هو البلديه. طب الزمالك عنده لقاء البلديه اللي طلع لنا بين لقاء في الزمالك وفيوتشر يوم 31 مارس الزمالك وفيوتشر، ويوم 7 الزمالك وفيوتشر، في النص فيه 3 ابريل في الزمالك والمحله. طب لو الزمالك لعب الماتش ده الاهلي هيبقى فارق 4 ماتشات، 9 ماتشات مش 8 بس كمان. فانت بتتكلم ان الفارق هيبقى 9 ماتشات. طب الاهلي هيلعب ايه بقى؟ الاهلي هيلعب 29 ذهاب و5 عوده قدام سيمبا، بالتوفيق للنادي الاهلي. وتاجل له ماتش فيوتشر اللي هو الماتش اللي عمل البلبله والليله دي كلها. يا ريت كل اللي في الفيديو حالا نثبت حضورك بلايك، وصل الفيديو ده ل 20,000 لايك، شيره في كل مكان، عشان الكلام ده مفيش حد هيقوله لك بالترتيب اللي هقوله لحضرتك ده. في دقيقتين 3 هخلص لك القصه كلها، وهتفهم وانت بنفسك اللي هتقول الغوا الدوري. تمام. الاهلي هيلعب 29 ذهاب و5 عوده من سيمبا 5 ابريل. بعد كده لنهايه ابريل الاهلي هيبقى عنده 4 ماتشات في 12 يوم. تمام. اللي هم مين؟ اللي هم زد، زمالك، مصري، سيراميك كليوباترا. بعد كده في شهر مايو اللي بعده الاهلي هيلعب 7 ماتشات. كل اللي بكلمك فيه ده من غير افريقيا. طب تعال نشوف الاهلي لو كسب سيمبا وصعد ايه اللي هيحصل. هيعدي سيمبا، هيبقى عنده لقاء خارج مصر 19 او 20 ابريل، ولقاء العوده 26 او 27 ابريل. يعني من ال4 ماتشات اللي في الاول هيتاجلوا منهم ماتشين. طيب نرجع بقى بعد كده على شهر 5 اللي الاهلي فيه عنده كام ماتش. ركز معايا قوي. الاهلي في شهر 5 هيبقى عنده 7 ماتشات. ال7 ماتشات دول هيتاجل منهم 2. فبالتالي انت بتتكلم ان ال4 هيتاجل منهم 2 وال7 هيتاجل منهم 2. يعني احنا كده الاهلي لسه مش عارف يوصل للفرق اصلا. ده فيما يخص النادي الاهلي وكوارث الاهلي والتأجيلات. طب بالنسبة الزمالك هو كمان هيبقى عنده مؤجلات. ليه؟ علشان الزمالك عنده لقاء مثلا
فيوتشر يوم 31 الذهاب، ويوم 3 ابريل محطوط له في النص لقاء البلديه اللي لو لعبوا الاهلي هيزيد كمان ماتشاته، هيبقى فرق 9 ماتشات، و7 ابريل العوده امام فيوتشر. طبعا اتحاد الكره قاعد بيقول يا رب الزمالك يخسر ويا رب الاهلي يخسر والاثنين يخرجوا علشان اخرج، او رابطه الانديه عشان اخرج من المأزق اللي انا فيه. ده فيما يخص الزمالك. طب الزمالك هيلعب ايه بقى بعد كده؟ هيلعب 11 15 19 24 ابريل اللي هو الاتحاد والاهلي وبيراميدز والمقاولين. يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان الزمالك هيلعب 4 ماتشات في 12 يوم زي الاهلي 4 ماتشات في 12 يوم. طب الزمالك يتزنق ازاي نفس زنقه الاهلي؟ لان الزمالك هو كمان متاخر. هتقول لي ما الاهلي كده بيتجامل، هقول لك ما الاهلي راح بطولات. طب احنا دلوقتي في مشكله كبيره، في مصيبه كبيره جدا. ايه المصيبه الكبيره؟ المصيبه الكبيره انك هتلاقي نفسك في شهر 6 عايز تبعت فرق بتاعت افريقيا. طب انت خلصت كام في المية من الدوري بتاعك؟ مش هتكون وصلت اصلا لل 50% لو عرفت توصل لها 50 60% من الماتشات بتاعتك. طب انت في شهر 6 اخر 6 لما تبقى مخلص 60% هتخلص الدوري ازاي؟ هتخلص الدوري ان الاهلي والزمالك يفضلوا يلعبوا لممتدين لغايه الموسم القادم. كل اللي بقوله لك ده ومفيش كاس مصر. كل اللي بقوله لك ده ما عندناش، لسه ما جيناش جنب كاس مصر. طب لسه خلصت لك كلامك؟ لا. الزمالك هيلعب كام ماتش في مايو؟ هيلعب 6 ماتشات. طب الاهلي هيلعب كام ماتش في مايو؟ هيلعب 7 ماتشات. طب لو الزمالك والاهلي صعدوا، ده في الكونفدراليه للنهائي وده في دوري ابطال افريقيا للنهائي، يبقى الاهلي هيتشلوا من ال7 ماتشات ماتشين يبقوا 5، والزمالك هيتشالوا ماتشين من 6 يبقوا 4. وفي الشهر اللي هو اللي قبله اللي هو في شهر ابريل هيتشالوا من ال4 ماتشات 2 هيبقوا 2، وهيتشالوا من ال4 ماتشات هيبقوا 2 هيبقوا 2. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم ان الزمالك والاهلي هيبقى عندهم كام ماتش متشالين؟ هيبقى عندهم كل واحد 4 ماتشات متأجلين، غير المصايب القديمة اللي عندنا اللي هي لغاية دلوقتي للزمالك او للاهلي. هبدا بالاهلي عشان الاهلي احنا عادين، والاهلي لعب 8 ماتشات، اكتر فريق لاعب 16. عد بقى الفرق بين 8 زي ما كنا في الحضانه: 9 10 11 12 13 14 15 16 8 ماتشات، وحط عليهم ماتش كمان يبقى 9 ماتشات. والزمالك كام؟ انا بعدها لك بص زي الاطفال من 11 ل 16. الزمالك قريب قوي، هم على ايد واحده بس 11. هيبقى عندنا ماتش ال 12 وال 13 وال 14 وال 15 وال 16 5 ماتشات. هتأجل على دول هنا 4 ودول هنا 4، يبقى كل عام وانتم بخير. والغوا الدوري العام علشان لن نسمح بتكرار مهزله دوري كورونا اللي احنا بندفع ثمنه لغايه النهارده، دوري 2020 اللي خرب كل حاجه. طب قولوا لي بقى يا جماعه حضراتكم، بعد اللي انا قلته لكم ده ينفع الدوري يستمر؟ انا كل اللي بقوله لك ده ايه؟ ما جبتش سيره كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن لو عرف حاجه من الفيديو ده، بص هو مش يا لا ده هيجي يكسر الموبايل لو سمع اللي انا بقوله دلوقتي ده، والله العظيم. تخيل بقى معايا كده كل اللي بقوله لك ده، ولا اتكلمت لك عن منتخب، ولا اتكلمت عن مش عارف ايه، ولا اتكلمت عن تصفيات ايه، ولا اتكلمت عن ولا معسكرات ولا حاجه، مالناش دعوه بالمنتخب ده. المنتخب ده لسه بقى ايه، ليله بعيده خالص. ايه راي حضراتكم؟ عرفت ليه بقول لك اثبت حضورك بلايك وشير الكلام ده وسمع كل الكلام ده في جروبات الاهلي وفي جروبات الزمالك ووصله للساده المسؤولين. هدي لحضراتكم الحل. هل انا بعقدها لك كده خلاص؟ لا، انا هدي لك دلوقتي الحل في نقطة بسيطة بس. عايز ال1000 اللي في الفيديو دلوقتي عاملين 1000 لايك من فضلك. 1000 وصل الفيديو ده 10000 لايك 20000 لايك. بقول لك الكلام ده لازم يلف البلد، لازم يوصل لطوب الارض. هل حضرتك الاول اخد رايكم، هل حضراتكم مع الغاء الدوري ام استمراره؟ ده راي حضراتكم وهناخد تعليقاتكم دلوقتي. لكن ايه بقى الحل؟ هقول لحضرتك الحل ان احنا عندنا في بداية الدوري بيبقى فيه فرق تصنيف وفرق في تصنيف. الزمالك المفروض الغي الدوري نلعب بلي مسافات طويلة. ماشي يا عم، ماشي يا سيدي. لسه معسكر المنتخب الاولمبي، لا يا سامي نبيل، معسكر المنتخب الاولمبي وعيد ميلادي بقى كمان. استنوا لشهر 1 الجاي عشان عيد ميلادي. بص رحنا ورا الشمس. الغاء الدوري حتمي. استاذ عصام احمد الدلجموني. طيب حل القصه دي يا جماعه يتلخص في نقطتين. الاولى هنتكلم في الصفقات وكل الكلام ده طبعا.
حل القصه دي في نقطتين. النقطه الاولى ان الدوري يستمر وما يتوقفش نهائي، ويبقى بيتلعب عادي في ايام افريقيا بالفرق الثانيه للزمالك والاهلي والفرق اللي بتشارك بره، وده حل غير منطقي وغير عملي ولن يحدث تماما تماما تماما. زي ما بنشوف كده مثلا في الدوري الانجليزي ليفربول بيلعب يومين ورا بعض علشان بيبقى في كاس العالم ولا حاجه بيشارك فريق تاني، لكن احنا هنا ما ينفعش الزمالك والاهلي يحصل معاهم ده، تحصل في البلد ثوره. انا بقول لك من ابو اخر بصوتك كده. طيب الحل بقى التاني اللي اقرب للواقعيه شويه، اقسم الدوري دلوقتي، هات لي من المركز الاول للمركز الثامن بس هتجيبها ازاي؟ هتشيل انتوا عارفين لو شلنا المركز الثامن لغايه الثامن مفيش زمالك واهلي، احنا بقى نلعب مع بتوع الهبوط. متخيل؟ عشان مؤجلات. هتقول لي طب لو ضفنا النقط، ما انت لو ضفت النقط افرض خسرت، افرض الاهلي رجع خسر التسع ماتشات بتوعه والزمالك خسر التسع ماتشات بتوعه ولا الخمس ماتشات بتوعه برضه. بس هي بقى حلها ان حضرتك بالتصنيف بتاع بدايه الدوري تاخد الدوري اللي هو حاطط فيه، اللي انت حاطط فيه عدد فرق وانت مش قد استمرار الفرق دي ومش قد انك تبقى عامل الشكل ده او قادر انك تخلص الدوري، يبقى حضراتكم عندكم حل وحيد فقط لا غير، انك عندك دوري فيه 18 فريق يتقسم على الاثنين، والشويه اللي فوق دول يلعبوا دور واحد كده، تعملوها بقى ايه، ماتشات الكسبان مع الكسبان كاس، وتسميه دوري كاس مصر. الثمانيه اللي فوق كده والثمانيه اللي تحت كده، اقل 8 فوق، اول 4 فوق اللي هيوصلوا للمربع الذهبي يروحوا يخشوا افريقيا، والسنه الجايه مفيش كونفدراليه وسوبر افريقي او ده السوبر ليج، والثمانيه اللي تحت يلعبوا على الهبوط، اقل 3 فيهم يتلعبوا بقى هم دول يلعبوا دوري كده صغنن مع بعض. واللي بقوله لكم ده كله دي كلها حلول غريبه صعبه. هتقول لي بقى الرعايه، انا بقول لك كده عشان الرعايه، عشان الاقي لك حل واجد لك حل للرعايه، والزمالك لازم يوافق غصب عنه والاهلي لازم يوافق غصب عنه، لكن اي حل تاني عبث، انتهت القصه. واشوفكم السنه الجايه واحنا بنلطم واللعيبه بتتصاب والمنتخبات بتفشل والانديه بتفشل، زي ما حصل بالظبط ساعه دوري كورونا اللي استمر، اللي تسبب في خراب دوري 21 و22 و23 و24 كمان. فاتمنى من قلبي صوتنا يوصل للساده المسؤولين، واتمنى من قلبي تكتبوا ارائكم في الاقتراحات دي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي وصلنا لكده، اللي وانا ما اعرفش هو مين، بس حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. نلعب دوري من دور واحد. استاذ حسين السيد ده السنه الجايه بقى ان شاء الله وعلى حضرتك خير، لكن احنا بنتكلم في انقاذ الوضع السنه دي وانت لاعب يعني فرق، اغلب الفرق شيل منها الزمالك وشيل منها الاهلي، هتلاقي الدوري ماشي بشكل قريب جدا. يا اما بقى نلغي خلاص، نلغي افريقيا بقى ونقعد احنا هنا كده ايه، نعبط مع بعض وندي الاهلي الدوري وصباح الفل. حاجه غريبه، لكن في النهايه احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول ندي حلول. ربنا يقدم الخير. دمتم في امان الله ورعايته. اوعى تنسى تعمل لايك ومتابعه لو اول مره تتابعنا، وشير الفيديو ده في كل مكان. والغاء الدوري الان مش رفاهيه، هو انقاذ من اجل مستقبل الكره المصريه، وانقاذ من اجل النادي الاهلي، وانقاذ من اجل النادي الزمالك، وانقاذ قبل كل دول علشان منتخبنا القومي. دمتم في امان الله ورعايته. سلام عليكم وربنا يستر علينا وعليكم. سلام عليكم.